في جملة بيتقال إنها نظرية مؤامرة، بس الحقيقة إن دي أكتر جملة صادقة في عالم التكنولوجيا. مش كل حاجة بتتشاف ومش كل حاجة بنعرفها، وانت قاعد على موبايلك أو انت بتتفرج من اللابتوب. في تكنولوجيا دلوقتي بتتجرب في أماكن سرية معمولة لناس معينة بس، وعمرك ما هتشوفها في الأسواق ولا هتنزل في معرض CES. احنا النهاردة مش بنتكلم عن موبايل جديد ولا تطبيق جامد، احنا بنتكلم عن التكنولوجيا اللي مستخبية عن الانترنت المظلم، بس مش اللي عليه مجرمين، لا، ده انترنت تاني خالص تابع لمؤسسات استخباراتية جواه أسرار لو عرفتها هتشوف العالم بشكل مختلف تماما. أهلا بيكو ويلا بينا نتعرف على تكنولوجيا مخفية عنك ومش هتشوفها غير بعد 20 سنة. عارف اللي بيقولك إن في تكنولوجيا جاية في المستقبل؟ الحقيقة إن المستقبل ده فعلا حاضر عند ناس معينة بس مستخبي. التكنولوجيا اللي انت مستنيها بعد 10 أو 20 سنة في علماء دلوقتي بيجربوها على أرض الواقع، لكن في بيئة محمية ومعزولة ومحدش ليه دعوة بيها. خليني أديك أمثلة. نظام تحديد المواقع اللي هو الGPS ده كان سر عسكري بالكامل، معرفتش الناس تستخدمه غير في التسعينات مع إنه كان شغال من السبعينات. والإنترنت اللي احنا بنستخدمه ده أصله مشروع اسمه أربانت، اتعمل في الأول علشان الجيش الأمريكي يتواصل في حالة الحرب النووية، ده غير الطباعة الثلاثية الأبعاد. بدأت في معامل سرية في الثمانينات واحنا لسه بننبهر بيها دلوقتي، يعني اللي في إيدك دلوقتي تكنولوجيا قديمة بالنسبة لهم حرفياً. فأنت متأخر مش بس سنة ولا اتنين، ده ممكن تكون متأخر ب20 سنة عن الحقيقة. البلاك بروجيكتس أو المشاريع السوداء دي مش بس اسم رنان، دي مشاريع بيتم تمويلها من ميزانية الدول، خصوصا الدول العظمى، لكن مفيش حد بيعرف عنها أي حاجة. المعلومات عنها مش بتظهر في الإعلام ولا حتى في الوثائق الرسمية، يعني حتى لو فتحت ميزانية الجيش مش هتلاقي البند اللي مكتوب فيه مشروع طيارة غير مرئية ولا روبوت قاتل ذاتي التشغيل. المشاريع دي بيتقال عنها ببساطة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يعني عندك مثلا مشروع الطيارة الشبح الأمريكية F-117 نايت ووك، اشتغلوا عليه من السبعينات وأول مرة اتكشفت للعالم كانت بعد ما استخدموها فعلا في الحرب. أو مشروع أورورا اللي ناس بتقول إنه طيارة أسرع من الصوت بكتير وبتنتقل في طبقات الجو العليا، ومفيش أي دليل رسمي على وجودها، بس تقارير الطيارين والصور بالأقمار الصناعية بتلمح إنها حقيقية. يعني بالبلدي كده في حاجات لو عرفناها ممكن تخلي اللي في دماغنا يضرب وأكن دماغك خدت سكرين شوت. مش بس في مشاريع سرية، لا، ده كمان في تكنولوجيا كانت متخزنة لسنين وطلعت لنا على إنها الاختراع الجديد مع إنها أصلا قديمة، وفي أمثلة كتير على كده. خلينا نقول شوية منها. أولا الدرونز، في البداية كانت طيارات تجسس بتتحكم فيها من قواعد بعيدة وبيستخدموها لمهمات خطيرة، دلوقتي بقت بتتصور بيها أفراح وتتباع على أمازون. تاني حاجة الهولوجرام، بدأ كتجربة عسكرية في الجيش الأمريكي علشان يشوشوا بيه على الرادارات، دلوقتي بيستخدموه في عروض فنية وأفلام. تالت حاجة نظارات الواقع المعزز ال AR اللي شغالة دلوقتي في الألعاب، كانت من زمان بتستخدم في التدريب العسكري للطيران والعمليات الخاصة. يعني باختصار اللي انت شايفه جديد هم شافوه وجربوه وركنوه كمان. ناس كتير لما تسمع كلمة الإنترنت المظلم بتفتكر إننا بنتكلم عن الدارك ويب، بس ده لسه السطح. طب والحقيقة في مستوى أعمق من كده بكتير، حاجة اسمها الشبكات المحمية العسكرية. دي بقى عبارة عن شبكات مش مربوطة بالعالم العام ومفيش فيها جوجل ولا يوتيوب ولا حتى IP ادرس زي اللي احنا عارفينه، لكن في حاجة اسمها جويكس، ودي شبكة سرية للمخابرات الأمريكية. وفي غيرها في روسيا وفي الصين شبكات متقفلة تماما بتشتغل بأنظمة تشغيل مختلفة وتشفير مش معروف. طب زي ايه البيانات اللي بتبقى على الشبكات دي مثلا؟ الشبكات دي بيكون فيها تكنولوجيا ما نعرفش عنها اي حاجة، زي ابحاث في الذكاء الصناعي المتقدم واسلحة بتشتغل بالليزر ودروع خفية وعلاجات لامراض لسه حتى مش منتشرة. يعني من الاخر في نسخة تانية من الانترنت احنا عمرنا ما هندخلها ولا حتى نعرف شكلها عامل ازاي. السؤال اللي لازم نسأله دلوقتي، ليه بيخبوا كل ده؟ ليه مش بيدونا التكنولوجيا دي؟ الإجابة ببساطة هي التحكم والسيطرة. اللي بيمتلك تكنولوجيا أقوى يقدر يتحكم في كل حاجة، في الاقتصاد، في الحروب، وحتى في العقول. وعلشان كده بيتم تسريب التكنولوجيا على مراحل بعد ما يتأكدوا إنها مش هتأثر على توازن القوة. يعني بيدوك نسخة ضعيفة من التكنولوجيا القديمة في الوقت اللي هم بيشتغلوا على نسخة جديدة لسه حتى مفيش اسم ليها. غير كده استخدام العامة للتكنولوجيا دي ممكن يكون خطر، يعني لو نزلوا سلاح بيشتغل بالطاقة الموجهة مثلا في ايد شخص غلط ممكن تحصل كارثة. فالأمان والسيطرة والتوازن الدولي هو السبب اللي بيخلي التكنولوجيا تتأخر في النزول للعالم.
في عالم التكنولوجيا السرية مش كل حاجة بتستخدم في الحروب الكبيرة، في كمان أجهزة بتتعمل مخصوص علشان تتجسس علينا من غير ما نحس. في تقارير بتتكلم عن أجهزة بحجم زرار القميص بتسجل الصوت والصورة بجودة عالية وبتبعت البيانات دي مباشر عن طريق موجات مش بنرصدها بأجهزتنا العادية. وفي تقنيات بتستخدم في تتبع الناس مش بس عن طريق الجي بي اس، لا، عن طريق أنماط حركة جسمك. يعني لو شلت موبايلك يقدروا يعرفوا مكانك من طريقة مشيتك. طب والأخطر إن في تكنولوجيا اسمها فويس برنت تراكنج، بتعرف تحدد مكانك لو اتكلمت حتى لو بصوت واطي من خلال ترددات صوتك وانت بتنطق كلمات معينة. يعني ممكن تكون بتتكلم او ماشي او حتى نايم وفي حد بيراقبك بتكنولوجيا انت اصلا ما تعرفش انها موجودة. طيب تخيل معايا بقى لو التكنولوجيا دي كلها وقعت في ايد شخص مش سوي او جماعة متطرفة او حتى حكومة بتحب تسيطر على شعبها. احنا مش بنتكلم عن مراقبة بس، لا، ده ممكن يوصل للتحكم الكامل في حياة الناس. تخيل لو عندهم نظام بيقرأ أفكارك من إشارات المخ، وده مش خيال، دي أبحاث فعلا شغالة. أو عندهم تكنولوجيا تتحكم في عواطفك عن بعد عن طريق ترددات كهرومغناطيسية معينة. أو حتى سلاح بيقدر يوقف أجهزة إلكترونية في نطاق واسع لمجرد إنه يضرب نبضة كهرومغناطيسية. وده مش بعيد، لأن في تقارير بتتكلم عن سلاح روسي اسمه EMP gun بيعمل كده فعلا. السؤال الحقيقي هنا، هل احنا مستعدين نعيش في عالم التكنولوجيا فيه أقوى من الحرية، ولا لازم يبقى فيه خط فاصل بين التقدم والسيطرة؟ يمكن وانت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي التكنولوجيا السرية مش في معامل بره، لا، ممكن تكون حوالينا ومش حاسين. عارف السمارت ديفايسز اللي في بيوتنا، اللي زي الثلاجة الذكية او السماعات اللي بترد عليك او الكاميرا اللي بتراقب الاطفال او حتى المساعد الصوتي اللي بنطلب منه يشغل الاغنية؟ كل دي اجهزة ممكن تسجل بياناتك، سلوكك، جدول نومك، وحتى نبرة صوتك لما تكون متضايق او فرحان. في شركة في أمريكا عملت براءة اختراع لجهاز يسمع صوتك ويحلله ويعرف إذا كنت مريض قبل ما تروح للدكتور. وفي شركات تانية بتجمع بيانات عنك من طريقة استخدامك للموبايل، يعني أنت بتتفرج على إيه، بتقف عند أنهي فيديو، إيه اللي بيخوفك، وبتضحك إمتى كده. يعني التكنولوجيا بقت جوه بيتك، والمفاجأة إن في احتمال كبير إنها بتتطور من خلالك أنت من غير ما تحس. أنت بتعلمها وأنت اللي بتغذيها بالبيانات علشان تبقى أذكى وأقوى وأحيانا أخطر. كل اللي بنستخدمه دلوقتي مجرد جزء صغير جدا من الصورة الكاملة. لو عايز تعرف شكل المستقبل، بص على الحاجات اللي بيمنعوك تشوفها، واللي احنا شايفينه سحر او خيال علمي هو بالنسبة لهم تجربة قديمة. لو عجبتك الحلقة دوس لايك وشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا المواضيع دي، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر تكنولوجيا تتمنى تشوفها بعينك. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.